لما جوز سارة كلم أحمد الدنيا كلها وقفت. كنت خايفة، مش على أحمد اللي خني، كنت خايفة على سمعة ولادي وعلى الراجل المحترم جوز سارة اللي ملوش أي ذنب في الكارثة دي. في لحظة ضعف، يمكن لحظة ستر، يمكن لحظة غضب مكبوت، انكرت وجود أي علاقة. أحمد أقسم هو كمان وقال إنها مجرد معرفة عادية. الموضوع هدي تاني وجوز سارة صدق كلامنا، أو يمكن قرر يصدق عشان بيته وولاده. قلت لنفسي الموضوع انتهى، يمكن يكونوا خافوا. بس اللي حصل كان عكس كده تماماً. سارة فضلت تتواصل مع أحمد وكأن اللي حصل ده كان مجرد عاصفة وهديت، ورجعوا لخيانتهم من جديد. دلوقتي أنا قاعدة في حيرة وضياع، حاسة إني مستضعفة وإن كرامتي اتهانت على الفاضي. سترت على اللي خربوا بيتي، ورغم كده الألم بيزيد كل يوم. معايا أطفال ملهمش ذنب، وهم دول اللي ربطني بالبيت اللي بقى بالنسبة لي سجن. الانفصال مش حل دلوقتي، لكن الوجع النفسي ملوش حدود. كل يوم بسأل نفسي لحد إمتى، وإيه اللي المفروض أعمله؟ حكاية هنا ممكن تكون حكايتك أو حكاية حد تعرفه. يا ترى لو كنت مكانها كنت عملت إيه؟ شاركونا رأيكم وتجاربكم في التعليقات، عشان يمكن رأي واحد فيكم ينور طريق حد تاني تايه. وما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة عشان تشوفوا كل القصص الحقيقية اللي بتهمنا.